المذبح راه متكون من قاعتين للذبح بسعة الذبح تقدر بحوالي 1000 رأس غنم و100 رأس بقر. يكونوا واجدين على يوم العيد. المذبح المرفق هذا أيضا يحتوي على 5 غرف للتبريد بسعة 2407 متر كيوب متر مربع، أي ما يعادل 140 رأس بقر و557 رأس غنم. هذه قدرة التخزين تاع الخمس غرف للتبريد راح يكونوا موضوعين تحت تصرف المواطنين بطريقة مجانية. قامت المؤسسة بتجنيد 17 نعون أمن مع منسق الأمن يكونوا موزعين على كافة أنحاء المذبح داخل القاعة وخارج القاعة باش يسهلوا للمواطنين عملية الولوج إلى قاعة الذبح. كما نعرف احنا العائله الجزائريه يوم الذبح يوم العيد الاضحى دائما يرافقوا الابناء تاعهم، وكان اللي يجيب الزوجه تاعو. من ناحيه الامنيه تسمى حضرنا 17 نعاون يكونوا يرافقوا هذه العائلات باش نجتنبوا اي حادث. اما فيما يخص الحظيره للسيارات جندنا لها 6 اعوان من مصلحه التذاكر اللي هما عندهم الخبره باش يركنوا السيارات ويركنوهم بطريقه مجانيه. عندنا مصلحه النظافه اللي تحتوي جندنا فيها 17 نعاون تاع عون النظافه، من بيناتهم معهم مسؤول العون مسؤول النظافه زائد منسق فرع تاع النظافه، يكونوا مجندين طيله يومي الاولين تاع العيد، وهذا خصيصا باش نرفعوا مخلفات الذبائح الصلبه والسائله، ايضا باش يقوموا عمليه تطهير بمواد مطهره معقمه للمذبح مباشره بعد انتهاء من عمليه الذبح. ايضا يقوموا بعمليه جمع الجلود وتمليحها ووضعها في مكان مخصص حتى تستقبل عليها مؤسسه ناتكوم لحملها. اللي عنده شك في الذبيحه، عنده اي شك في الذبيحه، عندها مرض ولا صدرت منها رائحه غير مألوفه، نقولوا له يتوجه عن المذبح. راه الطاقم البيطري مستعد يدير عمليه التفتيش لهذه الاضحيه ولا الاسلاب كالكبده، ولا يعاود يدير لها عمليه تفتيش ويعطي له الراي تاعو هل تصلح للاستهلاك ولا ما تصلحش للاستهلاك.